الله اللهم صل على محمد. النهارده الجمعة 16 رمضان، أول إطعام لنا في الجمعية. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا زي ما قلنا معانا 100 كيلو مفروم، كنا بنتكلموا في 70 كيلو مكرونة أو 80. الجماعة قال لك لا اعمل 100. دي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 أهو زي ما انتم شايفين. كل رصة خمسة في 10 ب50 وخمسة في 10 ب50. معانا كام حل هنا؟ كام حلة مية؟ معانا واحدة، اللهم صل على النبي، 2 3 4. طبعا مش هينفع تتسلق كلها مرة واحدة. هنعمله ايه؟ هنسلقه كلها، نسلقه حلتين بحلتين، يعني 20 ب20 20 ب20، وهتتبرد بمية صاجعة وتاخد زيت وتنزل الحل، عشان طبعا الغرف في المغرب. وطبعا الصلصة لازم تكون ايه؟ سخنة نار، لأننا بيضة على صلصة. تمام؟ واحنا ان شاء الله هنبقى معاكم ايه؟ خطوة بخطوة ان شاء الله، يعني بإذنك يا رب. يلا السلام عليكم. ادي يا جماعة احنا قلنا كنا هنسلق 20 ب20، لقينا وصفتين بس، الكمية هتبقى كتير عليهم، فقلنا 15 ب15. بسم الله، 15 كيلو. ده أول واحد. بسم الله. اللهم صل على محمد. أول 15 كيلو نزلوها المية، بتاخد زيت وملح. ليه زيت وملح؟ الزيت علشان المكرونة دي بتنزل نشا. النشا ممكن لو مفيش زيت هيخلي المكرونة تكلبش في بعضها، فالزيت بيعمل عازل ويديها لمعة. وبعد كده لما تطلع وتتبرد بمية خالص لازم برضه تاخد زيت عشان تبقى ايه؟ مفرفرة كل حباية لوحدها. والملح طبعا عشان ما تبقاش عدل، يبقى ايه؟ لها طعم. كده اهو هنعلي النار بقى شوية اهوت. تمام؟ وان شاء الله معاكم ايه؟ خطوة بخطوة ان شاء الله بإذن الله يعني. واحنا بننزلوها واحنا بندوها ميه واحنا بنبردوها واحنا بندوها زيت ان شاء الله. كمان في التعبيه كمان ان شاء الله باذن الله. تمام. بص يا جماعه، اللهم صل على النبي. الحبايه زادت ازاي؟ اللهم صل على النبي. هنطلعوها كده في مصفى اهو، عشان طبعا كلها نشا. ما كانش ينفع نعمل 20 كيلو، كتير كتير كتير. 15 اهي ما شاء الله. بس خلي بالكم حبات المكرونه دي مش هتتسلق كتير، ثلاث ارباع، مش عايزه تتسلق كتير اهو. طبعا انا طفيت النار اهو. بسم الله. شايفين النشا؟ الحبايه زالت وفتحت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ونمسك الحبايه نعرف ان هي استوت ازاي. نمسك الحبايه ونتك عليها، لو لقيت فيها سنه يبقى لسه كده فيها نشا. لقيتها كلها جت في ايدي وبقت طريه وتمام، يبقى كده استوت. بس مش معنى كده انا نسيبها لما تعجن مني اهو. اللهم صل على النبي. اهو زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو، الميه اهيت زي ما انتم شايفين اهو. لازم تبرد تنزل النشا بتاعها اهو. بصوا كده، اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه، بصوا الحبايه اهو، لازم كده عشان الميه تنزل النشا اللي فيها اهو. اهو شايفين البخار بينزل اهوت، البخار يطلع، النشا بينزل اهو. اهو شايفين؟ بصوا الميه اهي تبرد خالص، وبعد كده تنزل حله او تنزل اي حاجه، وبعد كده تاخد ايه؟ عايزين تدوها فلفل اسمر بسنه شطه ماشي، وتقلبوها على بعضها لو هتحط عليها صلصه. بس لازم الزيت ده ضروري واساسي عشان ما تمسكش ببعضها اهو. لان طبعا انا بنعمل كميات، عارفين يعني 100 كيلو مكرونه مسلوقه مره واحده اهو. اهو اللهم صل على النبي، الله ينور اهو. اهو اللهم صل على النبي. بصوا يا جماعه، الميه خدت النشا كله نزلته. بصوا المكرونه، بصوا مفيش حاجه لازقه في حاجه اهو. اهو اهو صفت ميتها كلها اهي اهو في الحله. شايفين؟ مفيش لا بخار ولا دخان ولا حاجه خالص. دول 15 كيلو. شوفوا رموا قد ايه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. اللهم صل على محمد. اهو كده هندوها زيت. هتاخد جزازه بالظبط.
ازازه، هنا نص في الاول وده نص اهو، ونقلبها كلها ببعضها اهو. عشان ايه؟ عشان ما تلزقش. الزيت بيعمل عازل في المكرونه وبعضيها اهو كده. بقى مش هندلك كتير عشان ما تتفرفكش مننا وتتفصص. تمام التمام كده. زي ما انتم شايفين ادي الاعضاء بيعبوا موت. كل طبق، كل علبه فيها شويه مكرونه عليها شويه صلصه، صباعين كفته. لو الاسره مثلا 5 افراد بتعبي لها 5 اطباق، 3 افراد بتعبي لها 3 اطباق. ليه؟ كل اسره مشتركه في الجمعيه معاها الكارنيه بتاعها مظبوط فيها كل بياناتها الشخصيه، كم فرد بياخدوا قد ايه، الكلام ده كله يعني. زي ما انتم شايفين اهو، بيجي مثلا المشترك بالكارنيه بتاعه معروف في الكارنيه 5 افراد بيطلع له 5 اطباق. الكارنيه التاني يجي اسره تانيه 3 افراد بيطلع لهم 3 افراد، فردين بيطلع لهم فردين، 5 بيطلع لهم 5، 6 يطلع لهم 6. زي ما انتم شايفين كله بيشارك، سواء صغيرين سواء كبار. ربنا يجعله في ميزان حسنات الجميع، وفي حسنات جميع الاعضاء، وفي حسنات انا كمان يا رب بحق يا النبي. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم ويعود عليكم الايام. وده كان اول اطعام لنا في الشهر الكريم يوم 16 رمضان، كان يوم جمعه. كنت عامل 100 كيلو مكرونه و100 كيلو لحمه مفرومه كفته. كنت عامل 1630 صوبع، 1630 صوبع من 100 كيلو. كنت عامل 25 صاج اهو زي ما انتم شايفين بيتعبى. وادي الاستاذ ياسر ابو عمار اهوت بيعبي مثلا الكيس ده 2، الكيس ده 3، الكيس ده 4، الكيس ده 3، والتاني معاه 3، كل يعني زي ما انتم شايفين اهو. وكله بيشارك كبير وصغير. طبعا كان عندنا اطعام 100 فرد في دار الايتام، دول اتعبوا من الساعه 1 الظهر ومشوا، واخدين بال حضراتكم؟ دول اللي اتعبوا ومشوا بدري دول، لانه كانوا رايحين مشوار كبير بتاع 2 أو 3 سفر عبال ما يوصلوا لهم وكده. والباقي زي ما انتم شايفين اللي بيطلع من النار معايا، تتبرد المكرونه، تتسلق وتطلع تتبرد بميه وتاخد زيت وتتبرد وتطلع تاخد في الحله وتطلع هم يعبوا ورايا على طول. كان 100 كيلو و100 كيلو. ان شاء الله الجمعه الجايه باذنك يا رب هيبقى 1500 ورقه سوتيه باللحمه، خضار باللحمه، العزومه بتاعت رمضان بتاعت المائده. وان شاء الله هصورها لكم بالكامل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ويعود عليكم الايام بخير.